السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة أحمد شرغوش. أهلا وسهلا بيكم. كتير مننا في مجال أدوات الصيد خصوصا أو عامة لما بنشوفه إعلان لمنتج وحبذا لو عمل له اختبار للمنتج ده، يعني مثلا لو عود قصبة صيد أو مكنة صيد واتعمل لها اختبار، من خلال الاختبار ده بيشدك إن أنت تجري على طول تشتري المكنة. طب قبل ما تشتري حتة العدة دي سألت نفسك الاختبار ده صح ولا غلط؟ حتى لو سألت نفسك، أنا بكلم المبتدئين مش المحترفين. الفيديو ده مخصوص عشان تعرف النهاردة وتفهم الاختبار اللي بيتعمل ده يخليك تشتري العدة، ولا تعرف إنه اختبار بيشدك عشان تشتري قطعة العدة. تابع معانا الفيديو، ما تجريش. أنا مش فيديوهات شو، أنا فيديو تعليمي. كل ثانيتين بيفوتوا في الفيديو فيهم معلومة هتفيدك. تابع معانا اختبار عدة الصيد أحمد شرغوش. رجعنا لكم تاني، بسم الله الرحمن الرحيم. اختبار عدة الصيد، كلمة اختبار عامة يعني امتحان، والامتحان ما هو إلا في المجمل اختبار قدرات. بمتحن الحاجة في قدراتها، هتأدي المهمة ولا لا. ركز معايا في الكلام. الفيديو هخليه بالبلدي وببساطة لأنه معمول 80% منه للمبتدئين. ما ينفعش أقول لك فيه ألفاظ جامدة أو أقول لك فاست وسلو فاست والترا رايت. هقول لك كل الألفاظ دي ولكن بتوضيح، عشان في فيديوهات كتير الألفاظ دي بتتنطق، المبتدئين ما بيبقاش فاهم حاجة، بيتفرج على الفيديو اللفظ بيتنطق ما بيفهمهوش بيطفي الفيديو. هنقول الألفاظ دي ببساطة ونوضحوا الأمر ببساطة. أنا لما أجي عامة بعمل اختبار في اللياقة البدنية، هل بسأل اللي قدامي وأنا بعمل له اختبار في اللياقة البدنية أسئلة ذكاء؟ هل بختبره في معلومات عامة؟ طبعا لا. يبقى مطلوب مني إن أنا أعمل له اختبار لياقة بدنية، يبقى يأدي مجهود بدني عشان أشوف صحته ومقوماته. ركز وهتفهم. لما أجي أعمل اختبار في الذكاء، ينفع أخليه يعمل مجهود بدني عشان أختبر ذكائه؟ طبعا لا. بختبره في المعلومات العامة، في النباهة، في سرعة رد الفعل. عايز تقول يا عم أحمد شرغوش؟ اللي عايز أقوله إن لازم يكون الاختبار صحيح، والاختبار مش صحيح غير لما يكون بيأكد على إن المنتج أو اللي أنا بختبره هيأدي الوظيفة المصنوع من أجلها. واضح الكلام؟ واضح الكلام. تعال نبين الكلام أكتر. خلينا في لب الموضوع، اختبار عدة الصيد. اختبار عدة الصيد، عدة الصيد كتير، هنتناوله منها النهارده حاجتين، وبقية الفيديوهات هتناول لكم اختبارات الحاجات التانية. الحاجتين اللي هنختبروهم النهارده عود الصيد ومكنة الصيد. دول أهم حاجتين بتشتغل بيهم. عايز قبل ما اخش على الاختبار أأكد على معلومة واحدة. في ناس من المبتدئين او اكترهم مفكرين ان كل ما العود بتاع التشويح اللي هو السيرف كاست يرمي برصاص تقيل يدل على القوة، وكل ما كان العود بيحدف برصاص صغير مقاسات صغيرة يبقى ده ضعيف. غلط، وهشرحها لك دلوقتي بالتفصيل. عشان الرصاص ملهوش علاقة بقوة العود، الرصاص اكشن، قوة العود باور. كل ده هنشرحه، خليك معانا. عايزك تطلع من الفيديو ده فهمان. لو انا جيت اعمل لك اختبار تقول لي يا عم احمد شرغوش انت صح او انت ما عملتش الاختبار صح. ركز معايا. اول حاجة خلينا في اعواد التشويح اللي هو بيسموه السيرف كاست. حضرتك لما بتتصل بيا، الناس اللي متابعاني على اليوتيوب، انا عندي محل ببيع فيه ادوات صيد، وعندي جروب اسمه جروب احمد شرغوش، اللي حابب يخش عليه يخش عليه.
يتصل بيا واحد يقول لي يا عم احمد عايز عود 4 متر ونص، ما بقولوش عندي بكذا وبكذا وبكذا، ودي غلطه بيقع فيها ناس كتير. هتعمل بيه ايه؟ ساعات يرد عليا يقول لي ايه، هصطاد بيه ويضحك. فانا بفهم ان هو مبتدئ، ما انا عارف ان انت هتصطاد بيه، ولكن نوع الصيد اللي حضرتك هتصطاد بيه هيخليني اديك العود المظبوط اللي يعيش معاك وما يتكسرش. اذا الجزء ده عليا. لو اللي بيتصل بيا مش محترف، واغلبيه الشغل وكل الشغل عندي بتعامل على ان اللي قدامي مبتدئ الى ان يثبت ان هو محترف. لما بلاقيه فهمان بديله اللي هو عايزه. لما بحس من سؤالي ان هو مبتدئ لازم اديله اللي انا شايفه صح. زي ما رئيس المركب هو مسؤول عن المركب، صاحب العده هو اللي مسؤول عن العده. لان لو جرى فيها حاجه هيبقى الخطا عليا زي ما هو عليك، لاني ما قلتلكش على المظبوط. حضرتك عايز تعمل تشويح خفيف، يعني ما بتروحش الاماكن اللي بيترمى فيها برصاص تقيل زي ال100 وال125 وال200. يبقى مش محتاج تجيب عود عاصي اللبلوك بتاعه تخين، محتاج عود وزنه خفيف يرمي معاك بالرصاص. او لان في اعواد بتنزل كاست ويت 100 200 ترمي بال40 ما تحسش بيه. شومه. طب جيت تعمل بيه فيلا شبندوره مش هينفع، فيلا مجنونه مش هينفع، سمك عايم زنجاريا وميرا وجلنفيش مش هينفع. البحر مريح، سواء كنت في الصيف مفيش ملاتم فالبحر بيبقى هادي، فمش هينفع ترمي برصاص خفيف والعود عاصي. لو كنت في الشتاء ومفيش نو يبقى برضو مش هينفع ترمي برصاص خفيف. طيب ولو جبت عود اخره رصاص ضعيف عشان الموضوع طويل ويكاد يكون صعب شويه عليكم، هقربه ببساطه. لو انت مبتدئ يعني هتبدا تشتغل في جميع انواع الصيد اللي هي من على الشط، فيلا شبندوره، فيلا مجنونه، تحدف برصاص تقيل، رصاص خفيف، حاول تجيب عود يكون بين الرقع والجبر، يعني بالظبط يكون بيشيل رصاص من اول 40 جرام او 30 جرام لحد ال 100 جرام. جميل جدا، ممتاز جدا. اللي بيبقى شايل الرصاص من 30 او 40 لغايه ال 125 مش هتحتاج عود غيره، الا لو انت كنت نازل تشميط او ترقيد، وده شغل ناس محترفين بتاع شغل مياس او بيشوح برصاص تقيل ال 100 200، ده لشغل تاني هتعرفه. لو انت بتشتغل الشغل ده هات العود ال 100 ال 200. اظن كده انا قربت عليك المسافه في عيدان التشويه. عيدان الكاستنج للمبتدئين والمحترفين برضو كذلك. عود الكاست والعيدان عامه تنطبق على التشويح والكاست والجيجنج والبوبنج وجميع انواع الصيد بالبيج جيم. العود عباره عن مكتوب عليه بيانات، سواء كان مكتوب عليه بيانات او بيجي لنا استوكات او استعمال ما عليهوش بيانات. من خلال خبرتي انا بقول لك البيانات دي. طب البيانات دي بتبقى عباره عن ايه؟ عباره عن 3 حاجات: اكشن، باور، وطول العود. دول المهمين اللي هفهمهم لك ببساطه لان هي معقده وجميع الفيديوهات اتكلمت عنها، ولكن ممكن تتفرج على الفيديوهات ما تفهمش منها حاجه. اديني قلت لك اكشن، باور، طول العود. يا دوبك انت فهمت مني طول العود. ايه هو الاكشن؟ الاكشن يعني الحركه. لو في عيدان الكاست اللي هي العود بيخلي الطعم الصناعي يتحرك حركه شبه طبيعيه. عشان كده بتوع الكاست يقول لك لا ده العود اكشنه حلو، يعني بيحرك الطعم بشبه طبيعي، بيخلي الطعم ماشي يخدع السمكه مظبوط. والاكشن في عود السيرف اللي هو حدفه الرصاص. عشان كده قلت لك الرصاص ملوش علاقه بقوه العود، اللي هي الباور. وصلت؟ واحده واحده. الاكشن يعني حركه العود. في عيدان الكاست في حاجه اسمها فاست، في اكسترا فاست. يعني انا هبسطها لك بامور بسيطه. فاست خلينا في الفاست، والميديم اتفقنا بمنتهى البساطه ان الاكشن في عود الكاست هو حركه الطعم الصناعي اللي بيخلي الطعم الصناعي يمشي ماشيه شبه طبيعيه
عشان يخدع السمكه. ده ايه؟ ده الاكشن. يبقى الاكشن في عود السيرف ايه هو؟ هو اللي هيحدف رصاص كام. اذا الاكشن زي ما كنت بقول لك في الاول ملوش علاقه بالباور، بقوه العود. مش احنا قلنا العود اكشن وباور وطول؟ الطول مفروغ منه. الاكشن والباور، الاكشن في عود القصد حركه الطعم الصناعي، الاكشن في عود الصرف هو بيحدف برصاص من كام لكام. يبقى الباور اللي هي القوه ملهاش علاقه بالحدف، سواء اللور او سواء الرصاص في عيدان التشويح. وصلت كده المعلومه بمنتهى البساطه. عشان كده قلت لك ما تجريش الفيديو عليك. خلينا في عواد القصد بقى، وطبق عليها برضو كده الاكشن ده في عواد السيرف. هتلاقي فيديوهات كتير بيقول لك ايه، 4 حاجات: اكسترا فاست وفاست وسلو. دول 3 حاجات. اكسترا فاست اللي انا مش عايزك تركز فيها قوي، والفاست ادي نمره 2، والميديم اللي هو الوسط، والسلو. عايزين نشرحهم بمنتهى البساطه. اكسترا فاست العود هيتنى من هنا بس اهو، عود واقف دكر اهو ومن هنا بس. طب فاست العود يتنى من الربع الاولاني، تلاقي العود كده وبقيه العود واقف اهو. دي الصور انا بوضحها لك بالراحه. عود الاكسترا فاست هيتنى من هنا بس اهو، والعود بقيته واقف عامل كده. ده اسمه اكسترا فاست. طب والفاست؟ الفاست هتلاقيه بيتنى من الربع الاول وبقيه العود واقف ما بيتناش، مفيش انحناء اهو غير في الربع ده. عرفت الفاست والاكسترا فاست. الميديم هتلاقيه من ربعين. السلو 3/4 العود بيتني، يعني الانحناء بيوصل لغايه 3/4 العود كله اهو. طب السلو ده اغلبيته فين؟ في عيدان جيج. يقول لك عايز سلو جيج، يعني العود كله بيبقى متني، والجزء الاخير اللي في القصبه هو اصلب عود، اللي هو في البلانكه اللي في ايدك. وضحت؟ نوضح اكتر. هشتغل في عواد القصد بالاكسترا فاست والفاست ده في ايه؟ في البوبرات اللي هي بتقوم على وش الميه. يبقى عشان اجيب عود اعمل بيه كاست، لو انا هشتغل بوبرات هجيبه اكسترا فاست، يعني العود اجيبه انحناؤه في الربع الاولاني بس لغايه هنا، ما يبقاش العود بيتني كله واروح اقول لك هشتغل بيه بوبر، ما ينفعش. طيب اللي هيشتغل الربلات، ودي اغلبيه الشغل العايمه بين الميتين، هيجيبوا ميديم، يعني بيبقى العود بينحنى من التلتين بتاعه اهو، زي ما انت شايف كده اهو، ميديم اهو. خلاص، وده اغلبيه الشغل بتاع الكسر. ما تجيبش عود واقف صلب قوي وبيتنى من الربع اللي فوق بس وتقول لي اصل انا هعمل بيه كاست بين الربلات العايمه بين الميتين، ما ينفعش. ده بتاع بوبر، اللي هو الفاست بتاع بوبرات. طيب عشان اشتغل بربلات عايمه بين الميتين اللي هو متر و2 متر والكلام ده، هجيبه ميديم، يعني بينحنى اهو من الربعين بتوعه. وممكن تعد الدبل وتقيسها، يعني العود ده 1 2 3 4 هلاقيه بينحنى من ال3 دبل اللي قدام اهو. شوف الانحناء جاي فين لغايه فين اهو. لو هجيبه سلو ده اللي هو قلنا العود بيتنى كله، ده بتاع الجيك وبيشتغل على القاع، سواء بجيجات اوزانها او سوفتات. السوفتات اللي هي نازله جديده، السوفت ده يعني السيليكونات. كده عرفنا حركه العود الاكشن اللي ملهاش علاقه بالاوزان وبالرصاص، اللي ملهاش علاقه بقوه العود. الاكشن اللي هو علاقه بسواء اللور اللي هيتحدف او الرصاص اللي هيتحدف، ده اكشن. نخش بقى على الباور. الباور قوه تحميل العود، بيبقى مكتوب عليه الاكشن اللي هو مثلا الكاست لور او الكاست ويت. كاست ويت رصاص من كذا لكذا، او كاست لورات من كذا لكذا. طب تحميل العود ده بيان تاني، يبقى ملوش علاقه بقوه العود. الباور يعني بيشيل مثلا، تلاقي العود مكتوب عليه من 4 ل 8 لبرة. اللبرة نص كيلو، يعني من 4
دي تبقى 2 كيلو ل 8 لبره 4 كيلو. ده تحميل العود قوته في رفع السمك. جاي لك انا في الكلام، الفيديو مهم ما تجريش. طب الباور ده بينقسم لايه؟ تلاقي عود مكتوب عليه هيفي بتاع متقلات، كلمة هيفي بالانجليزي. طبعا اللي مش عارف انجلش يكتب، يخلي حد يكتب له كلمة هيفي هيلاقيها مكتوبة على العود. هيفي يعني متقلات، تمام؟ وفي ميديم. يعني ميديم يعني ايه؟ يعني من مثلا 4 كيلو ل 6 كيلو، من 4 كيلو ل 8 كيلو. ميديم يعني يشيل اسماك وسط وجر خفيف وكده. طيب وفي ايه؟ لايت، زي لايت جيج، يعمل جيج لايت يعني خفيف. كلمة لايت يعني خفيف. ما اجيبش بقى عود لايت جيج احط عليه جيجايه 100. ازاي؟ هيتكسر، لان اسمه لايت يعني خفيف. وفي الترا لايت اللي هو مثلا ممكن يكون من 10 ل 30 جرام، ده تعمل بيه جيج خفيف قوي، اخف من اللايت جيج. يبقى عندي هيفي لو لقيتها مكتوبه على العود اعرف ان العود ده متقلات، تمام؟ لو لقيت كلمه ميديم اعرف ان العود ده حمولات متوسطه، يعني زي من 4 ل 6 كيلو او من 4 ل 8 كيلو. لو لقيت كلمه لايت، لايت يعني خفيف، يعمل جيج خفيف. جيجات بقى 40 جرام 50 جرام 60 جرام. الترا لايت اخف. عرفت تحميل العود بتعرفها ازاي، واكشن العود علاقته ايه وتفهمها ازاي. نيجي بقى لاخر حاجه، اطوال العود. لو انت واقف في مركب وجوه الميه، اقصر عود هيشغلك عادي. الناس اللي بتشوح من بره كل ما العود يطول بيبقى مناسب للتشويح. يبتدي معاك من 63 93 4 متر 4 متر ونص، كويس جدا. نخشوا بقى كده، خلصت لكم العيدان على المكن. دخلنا بقى على المكن، انا نازل اشتري مكن. بص يا برنس، خلينا كده صراحه. عندك التشويح اللي هو السيرف كاست، وعندك الكاستنج اللي هو من بره الشاطئ، او سواء كنت في المركب. ضم مع الكاستنج انك تعمل بيها جر خفيف، يبقى تشويح كاستنج وجر خفيف، تسقيط، اثر وغرق. واحد تاني هيقول لي ايه؟ انت نسيت البوبنج ونسيت الجيجنج ونسيت والترولينج. لا ما نسيتش، بس انا بعلم مبتدئين. هو المبتدئ هيطلع يعمل جيجنج؟ انا بكلمك في التشويح، السيرف الكاستنج والترولينج اللي هو الجر الخفيف، وتسقيط الاثر والغرق. اديك معلومه صغننه بس قبل ما اخش، بالنسبه للي قال لك انت نسيت. لا ما نسيتش، خد المعلومه دي كمان عشان انا ما بنساش الا اللي ربنا رايد ان انا انساه. سنذكرك فلا تنسى الا ما شاء الله. بص يا برنس، الجيج مكنه ما فيهوش راجع عشان بيحمل مجهود عالي. انما المعلومه ان المكنه دي ما تنفعش جيج ودي تنفع جيج ما بتتقالش صريحه. مفيش مكنه ما تعملش جيج، خصوصا الاسماك اللي عندنا هنا في البحر المتوسط. بمعنى ان انت هتجيج هتطلع سمكه كام كيلو؟ 8 10 وممكن 50 و60، بس ما عندناش الاوزان دي الا نادرا. فخلينا ما بين اللايت جيج او الجيج ما بين ال10 وال8 وال15، صح؟ وال20. اي مكنه محترمه تطلع الوزن ده طول ما انت شغال على الدراج، ومفيش فيديو ما بيشتغلش على الدراج. واي مكنه محترمه تعمل جيج، بس بشرط اللي بيطلع جيج مخصوص بيجيب مكنه جيج عشان يريح قلبه، فبتقعد معاه لانه بيجيج كل يوم او كل يومين 3. انما انت اي مكنه محترمه تجيج معاك، ولكن هتتعب بسرعه عشان مجموعه الرواجع. دي المعلومه اللي عايز اقولها. خلينا بقى نرجع لبياناتنا الثانيه. ساعات يقول لك ايه؟ مكنه التشويح زورها طويل ورفيع، ومكنه التسقيط مكببه وقصيره. هو نسبه من المعلومه صح، ولكن مش معلومه مطلقه. يعني معنى كده لو معايا مكنه تسقيط مكببه وقصيره ما ينفعش اعمل بيها تشويح؟ على فكره زمان كان معانا عود ومكنه لا شفنا الحله الطويله ولا شفنا الحله التيفال اللي ما بيلزقش فيها الخضار. دي حقيقي، هي الامكانيات بتساعدك وبتسهل لك، انما ما تقولش ما ينفعش. ما تقولش ما ينفعش، تقول بتسهل عليك، انما ما تقولش ما ينفعش. المكنه السيرف دي حلتها طويله، بتاعت سيرف بتاعت تشويح،
امتى ما تطلعش تسقيط؟ في حاله واحده تقولها للناس وتفهمهم. انما في مكن سيرف زي ده انا بطلعه تسقيط. مكنه السيرف عمودها طويل ورفيع، حله طويله، فتشتغل كده حلو قوي. لما تيجي تشغلها في التسقيط كده العمود طويل ورفيع، الحمل يبقى تقيل عليه. طب امتى اخلي مكنه السيرف تشغلني سيرف وتسقيط؟ لما يكون عمود المكنه محمل. ده البيان بتاعي. يبقى مش اي مكنه بتاعت سيرف تقول ما ينفعش في التسقيط. واحد بقى يقول لك اصل الشعر بينط من عليها وانت حاطط شعر تخين ليه؟ ما عندك بريد، عندك شعر مضغوط. شفت ان كل حاجه ليها رد طالما انت فاهمان؟ العمود محمل، يبقى مكنه السيرف دي تطلع تسقيط وتطلع سيرف. الحاجه الثانيه يقول لك بحط على مكنه السيرف الشعر الاقيه نط. ما ده اللي انا كنت بقوله لكم. تروح تعبي المكنه 50 و60 عشان في التسقيط. ليه؟ ما تجيب 40 مضغوط، ما تحط بريد. لازم تجيب شعر تخين ينط منك. نسبه وتناسب يا برنس. خلي دماغك فطنه وفيها تفكير. الصيد مش اسطمبه. الصيد مش اسطمبه، مش فورمه، مش كلام بيتحفظ. فهم وتشغيل مخ. طيب مكنه التسقيط اللي هي حلتها عريضه دي ما ينفعش اعمل بيها سيرف كاست تشويح؟ ازاي؟ ما احنا كنا شغالين زمان بايه؟ طيب اختار المكنه ازاي؟ اولا في مكن جرافيت كامل. يعني ايه جرافيت كامل؟ يعني الجسم كله جرافيت والحله جرافيت والدراع جرافيت. افضل ان انت تجيب اهم حاجه الدراع بيكون معدن. في مكن بينزل حله معدن وبيفرحك ويقعد يقول لك حله معدن اهي اهي. طيب والدراع حضرتك ما جبت السيرته لان الدراع بلاستيك. لا، انا عندي الدراع اهم من الحله، لان الدراع ده الدوران بتاعك والعافيه كلها دراع المقاومه. تمام. نيجي بقى للحله. معدن جرافيت. هي غلطتك لما بتتكسر في الجرافيت. ليه؟ لانك بتبقى قافل النجمه، يخش عليك الحمل يطرشق الحله. هتقول لي ما انا حاطط حله معدن. ما هو هيعدي من الحله المعدن يخش على الترس يكسرها. لازم تهوي المكنه نفس على قد السحب اللي قدامك. لو انت ضخم قوي مش هقدر اضربك. لو اقعد اجريك اهد نفسك هعمل لك كده هتقع. يبقى نهد السمكه ازاي؟ بالدراج ده. تظبطه على قد السمك اللي انت شغال عليه. خلاص. اشتري برضو المكنه ازاي؟ قلت لك الدراع لو المكنه كلها جرافيت حاول يكون دراعها معدن والباقي جرافيت مش مشكله. في مكنه بتنزل حله معدن ودراع معدن زي الفل. في مكنه بتنزل الجسم كله معدن برضو، دي نوع وكل نوع له اسعار. اجي انا بقى بختبر المكنه، بفتح المقب كده واقفل المقب قافل زي الفل، صوته ناعم تمام. سلكه المقب في سلك بيبقى توتش وفي سلك محمل. انت دي بتعرفها ماشي. وما تنقيش المكنه اللي سلكها تخين قوي دي، خاف منها لانه بيبقى توتش. تمام. نيجي بعد كده لدراج المكنه. صوت الدراج يبقى بص، صوت دراج المكنه ما بيقطعش، اللي يقطع ما تاخدوش. تمام. المكنه في مكنه انتي ريفرس يعني تروس بتعشق، وفي مكنه مش تروس انتي ريفرس. لو هتعمل جر خفيف او متقلات او بتعمل كاستنج على سمك تقيل، اسماك من فوق ال7 8 كيلو، لازم المكنه تبقى انتي ريفرس. انتي ريفرس يعني لما بمشي كده اجي ارجع ما ترجعش، او برجع لورا ما ترجعش. خلاص. سرعه المكنه بتختبرها، انا بعمل كده اهو. انا شايف فيها نهومه يبقى المكنه سريعه، يبقى فيها رومانبيل. طيب عايز تعرف المكنه رومانبيل ولا جرافيت؟ بحركه بسيطه قوي. لان ممكن يقول لك 13 رومانبيل. ايه؟ ما فيهاش 13 ولا 12 ولا 10 ولا 6 ولا 5 ولا 3 ولا 2. افتح المسمار ده بالراحه كده واحاول ابص بالراحه. هنا ده الترس بيبقى حواليه الرومانبيل. لو لقيته ستانلس يبقى هو، او معدن يبقى هو رومانبيل. ممكن تلاقي جلبه جرافيت بيضه يبقى ما فيهاش رومانبيل، يبقى رومانبيل تحت الحله بس. تمام. عايز اقول لك معلومه مهمه بقى. العود ولا المكنه انه اهم؟ فكر كده. العود. لو معايا عود محترم ومكنه على قدها هصطاد وهتطلع السمكه.
لو معاك مكنه اعلى الامكانيات والعود تعبان مش هتطلع السمكه. يبقى العود اهم من المكنه. المكنه وسيله لم. المكنه وسيله لم، عشان كده احنا بناخده سمك بمكن جرافيت 8 و7 كيلو عادي جدا، لان انا برفع على العود وفاتح الدراج وباخد على العود وبلم على المكنه، بتساعدني سنه، مش محمل على تروس المكنه. انما حضرتك في المكنه الجرافيت اللي انا خدت بيها سمكه 8 كيلو بوظتها في وعر، او في سمكه ماسكه في الوعر، او سمكه تقيله حملت على التروس عاصي على عاصي ضيعتها في سمكه 2 كيلو. تمام؟ الرفع صنعه، وانا بعلمك الصنعه دي. نرجع بعد كده نقول المكنه بعد ما اشتريتها عشان اختم الفيديو. تسمع بقى يقول لك حط فازلين. كان يجي لي واحد يعمل لي يا عم والله باظت ازاي يا عم، جابت رومانبيل ازاي، ده انا بغسلها. طب انت بتبوظها. مين قال لك حط المكنه تحت الحنفيه؟ مين؟ ايه اللي انتوا بتقولوه؟ المكنه تتحط ليه معزوله في الكامل زي المكن الغالي جدا ابو الوفات 15,000 و20,000؟ مكنه ما تتحطش تحت ميه. ينفع المكنه زي العربيه، ينفع تجيب العربيه تدخلها في ميه باظت صاحبها يقعد ينطر؟ صح؟ انا بكلمك صح. طيب نعمله يا عم احمد نص الازازه جاز ونصها زيت مكن. ما عندكش زيت مكن يبقى زيت عربيات، وترجهم في بعض وقطنه امسح بيها المكن، ما عدا الجزء اللي فيه الشعر او البريد. اخلع الحله وامسك دي كده اسقطها في ميه واطلعها اسيبها شويه الملح اللي فيها ينزل. خلاص كده؟ لا. طب ارجعها على المكنه؟ اكبر غلط. ينفع تبل التيشيرت ده وتلبسه تاني؟ لازم ينشف. يبقى هتصفي فين؟ على المكنه. عملت انت ايه؟ سيبها لما تصفي، وبعد ما تصفي ده جزء الدراج اللي بيبقى بينه ورده معدن ورده تفلو، ورده معدن ورده تفلو، فتحط نقطه زيت هنا من الخلطه اللي انا قايل لك عليها وحلوه قوي، ونقطه على السوسته اللي هي بتاعه الدراج، ونقطه جاز وزيت هنا. نيجي للمكنه تفك الدراع ده وتصب من هنا وتصب من هنا وتقفل. طيب افتح العمود ده، مش هفك المكنه، لا مؤاخذه، العمود ده هدهنه زيت وجاز والف، دخل جوه ورمى، ادهنه تاني والف، ادهنه تاني والف. العجله الجرايه نقطه زيت بجاز. مسامير المكنه لو مش اصليه او مش ياباني او مش كوري او مسامير المكنه تتغطى، سواء مغطيها بصلصال او بقطعه من الشمع. ليه؟ عشان لما اجي افك واعمل صيانه مسامير دي ما تصديش، تمام، تدخلني في مشكله تانيه. اي تعليق انا تحت امركم في التعليقات. اي حد عايز يفهم حاجه يبعت لي. يا رب يكون الفيديو عجبكم، تقول لكن كله معلومات. يا رب يكون الناس استفادت. احمد شرغوش، جروب احمد شرغوش وقناه احمد شرغوش، تابعونا. واي تعليقات انا تحت امركم، واشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله على خير لو لينا عمر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.